حسين الشحات، انا والله من رايي حسين الشحات يتعمل له عقد بماتش بماتشه. والله النادي الاهلي كده يقعد معاه يعمل له عقد ماتش بماتش، لان حسين الشحات كده هنشوفه السنه الجايه، بنشوفه ساعه التجديد بس. يعني 2026 هل حسين الشحات هيقعد لحد 2026 بالشكل ده؟ ده ناسي الكوره، ناسيها. قرارات غلط، باص غلط، وقفه غلط، مفيش مهاره، في استعجال بس عمال يقعد. مشكله ان هو عمال يعترض على التحكيم. ما هو ده لما بيتقال تعترض كتير وبتتكلم كتير جوه الملعب، بيتقال كده بالكوره والله. فانت مفلس فنيا، يعني هي الكلمه دي كده في الكوره والله بيتقال كده، مفلس فنيا. اللي هو عارف اللي هو ايه، من الاخر هي مش ماشيه معايا فبقعد اوس اوبس اوه واو يا حكم واتعصب. دي في الكوره ده كده انت مستواك بعيد، انت ناسي. والله لو بالشكل ده كده هنقعد مستنين حسين الشحات بالشكل ده ما يقعدش احتياطي حتى. حسين الشحات لازم لو عايز يكمل لازم يفكوا من الاجواء بتاعت السوشيال ميديا والنجوميه. النجوميه دي خلاص بتبقى فتره وعدت. انت بقالك 8 شهور دلوقتي يا حسين مريح. حسين الشحات بقاله 8 شهور او اكتر كمان مريح. هل عشان خاطر انت بتيجي قبل العقد بتقوم بتورينا المهاره؟ لا، ما هو مش كده بقى. خلاص يبقى النادي الاهلي ومجلس الاداره يقعدوا معاه يعملوا العقد معاه بالماتش. والله بتكلم بجد، يتقسم له العقد على الماتشات. النهارده انت كويس تاخد العقد، مش كويس هعمل ايه؟ طيب اقول لكم ايه؟ طيب والله ما فيش ايجابيه، انانيه غير طبيعيه، عصبيه غير طبيعيه، اعتراض غير طبيعي، بيعترض على حاجات يعني غريبه جدا بصراحه. ما هو الاعتراض ده يا جماعه اعترض على حاجه مؤثره، مثلا حاجه صعبه. اما انا بتعصب على طول 24 ساعه عشان ابين ان انا حماسي، ما بقاش مفيد. لازم يقعد طبيعي، اقعد احتياطي، ريح شويه.